ليس سلما لك. حاول أن تجتهد وسعك في تحصيل العلم، في القراءة، في السؤال الذي هو نصف العلم. السؤال الذي هو نصف العلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرحمن فاسأل به خبيرا. طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلبوا العلم ولو كان في الصين، ولو كان من المهدي إلى اللحد. فطلب العلم هذا ينبغي أن يكون الهاجم على عزم وهم واهتمام الشبان. وعليك بالصوم، بالعوم، وتعلم الرمي وركوب الخيل وكل ما يكون لهم كفاء هذه الأمور، لأن سبحان الله شباب وهم في حالة الشيوخ. هكذا شبابنا اليوم لا اللهم اسنا وسيلة القدر والبشر في أوقات بعث الله مقام الذي وقته إنك لا تخلف الميعاد. وعليك قلت بالرياضة، العوم وركوب الخيل وتعلم الرمي، هذا مفهوم الرياضة. جسد شاب على مستوى سنه وعلى مستوى، لكنه شيخ على مستوى قوته وحيويته وحركته. هذا ما لا يليق، لا يقبل. شبابنا الآن لا يلعبون رياضة، والرياضة شأنها أن تخفف عنه من أحمال الجسم، وأن تساعده على حتى نشاط العقل وحيوية الروح. كتجبروا شاب ومتهالك متآكل كيقوم كسلان وعاجز، ولا بغيتي تفيقوا لي في الليل خلاص خصك ما عرف شنو معاه. هذا ماشي، هذا مما لا ينبغي، مما لا يليق. فالشباب ضروري له أن يمارس الرياضة، لأن في هذا حيوية لجسمه. والجسم سفينة الروح كما يقول ذا الإسلام، وإذا خرقت السفينة بالعلال تعطل الروح، غرق الروح أو تعطل عن العمل. فالمطلوب هو أن نحافظ على أجسامنا، أن تكون قوية. وليس من الهراء أن يقول قائلهم أن يقول العقل السليم في الجسم السليم. لا، قال ذا الإسلام إذا صحت الأبدان صحت الأرواح، وإذا صحت الأرواح صحت الأبدان. فالإنسان بدنه مخروق بالعلال، ما يمكن له يقوم الليل ولا يذكر الله ولا يجاهد في سبيل الله ولا يحضر ولا ينشط ولا يحرك ولا هذا ديما متهالك وديما ما خصش يكون هكا. وعليك بالحزم والحزم، لأن التردد والتلكؤ من سيما الجبناء. خص يكون مقتحم، يكون له حزم، يكون له حزم، يكون له جزم في مواضع التردد. وهذا لأن التردد من الشيطان، والتلكؤ على الأبواب يجعلك ليس سلما لله عز وجل، وليس مقتحما للعقبة بل. وعليك بالحلم وحسن الظن بالقرآن. الحلم، الإنسان يتعلم الحلم. فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، التنوى، الحلم، لا التؤدة، الحلم والتؤدة. الحلم والأناة، الحلم والأناة، الحلم والأناة. فكيف نكون حلماء وحليمين بالناس ونحسن الظن بالقرآن، لأنه هذا ما خطير جدا في سلوك الشباب، هو أن يأكل قلبه سوء الظن بالناس، والعياذ بالله. سوء الظن بالله عز وجل هذا من ظن الجاهلية، هذا من ظن الجاهلية، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله عز وجل. وهذا خطير جدا، يجعل قلبك كاضرا، والقلب الكاضر كالجو العقيق فيه يصطاد الشيطان، إنما يصطاد الشيطان في الماء العكر. وعليك بالفهم عن الله وعن رسوله بصحبة الأولياء. هدب نفسك بصحبة من هو أعلم منك، بصحبة من هو أكثر منك فهما، بصحبة من هو أكثر منك نفاذا في آيات الله الكونية والآفاقية والنفسية. فينبغي أن تصحب أولياء الله لتنضج بصحبتهم، لتصدق بصحبتهم، لكي تأخذ عنهم العلم النافع من شأن العمل الصالح، لكي تتشرب المعاني التي أسكنها
الله في قلوبهم وقد أوتوا العلم بل كتب العلم في جذر قلوبهم. كيف تستقر عنهم وكيف تأخذ عنهم وكيف تشرب منهم وكيف تنتسب إليهم وكيف تكون حلقة في سلسلة نورانية موصولة برسول الله لا ينقطع لها خبر ولا ينمحي لها آخر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصاحبين لهؤلاء الحلقات المدرجة في سلك السلسلة النبوية الذهبية. وعليك بالأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب في التماس الإحسان والرضا. نسأل الله تعالى أن يجعل بناءنا وبناتنا وشبال الجماعة وشاباتهم من الملتمس رضا الوالدين، خاصة الأم خاصة الأم لزم قدميها فإن الجنة هناك، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. وأنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك والجنة تحت أقدام الأمهات. سبحان الله. محاذير، حذاري من قرناء السوء، حذاري من سهام إبليس، حذاري من حصائد الألسنة، حذاري من مواطن الفتنة، أن تتعهدها وأن يجدك الله حيث نهاك أن تكون من حصادها ومن حطامها ومن حطب أتونها والعياذ بالله. حذاري من إتيان الكبائر فإنها عن الله بواطن، حذاري من الإصرار على الصغائر فإنه لا صغيرة مع الإصرار، حذاري من الشعور بالدونية فإن الإنسان ينهزم في داخله قبل أن ينهزم في الخارج، قبل أن يدخل الحلبة، قبل أن يدخل ساحة الوغى ينهزم إذا شعر بالدونية. ولا تمس علينا ديننا. حذاري من الغرور والأنانية فإن الغرور قاصم الظهور، ومن قال أنا حرم فضل الآخرين وهدم ما بنى. حذاري من حجران القرآن والمساجد فإن هذا من أخطر ما يتهددك بالفطور والبعد عن الله عز وجل. حذاري من البعد عن الإخوان فإن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، له إخوة يدعونه إلى الهدى إيتنا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جميل أن نصغي إلى بعض ما كتبه أحد العلماء السيد سامي خضراء، وحل كتاب جيد اسمه أخي الحبيب، وهذا من أرقى ما قرأت. على كل حال توجهه المذهبي لا نأخذ به، ولكن حكمته الربانية النبوية هو من آل البيت ينبغي أن يلتمسها، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. يقول: ومن السنة المطهرة أيها الحبيب أن يكون لك لحية كريمة وهي من سنة الصالحين تذكر بالأولياء والأخيار. واللحية معروفة ليس فقط في أوساط المؤمنين وأتباع الأنبياء بل وعند كل شعوب العالم وفي الأزمنة المختلفة، حيث تشير إلى الوقار والهيبة كانت وما زالت. فترى حتى في بلاد الغرب وعند فلاسفتهم وأساتذتهم ومفكريهم وشخصياتهم عامة أنهم يتركون لحيتهم